اكيد غادي يكون وصلك في تليفونك ميساج بحال هذا، ميساج من عند شركات الاتصالات في المغرب، سواء كان كيتعلق الامر باتصالات المغرب انوي ولا اورانج. وحده من هاد الشركات اللي انت كتخدم بها غادي تكون رسلت لك واحد الرساله، المفاد ديالها هو انك ضروري خاصك تسجل الرقم ديالك بالاسم ديالك، ولا هذا الرقم غادي يتم التوقيف ديالو. هنا لتفادي توقيف رقم هاتفكم وغد باقي الرسالة. فشركات الاتصالات كاملين، ومني كنقول شركات الاتصالات ما كنقصدش اتصالات المغرب، ولكن كنقصد جميع شركات الاتصالات اللي كتخدم وسط المغرب، اتصالات المغرب انوي واورانج رسلات رساله للمستخدمين ديالها وكتطلب منهم انهم ضروري يسجلوا الرقم الهاتفي ديالهم بالاسم ديالهم، باش هذا الرقم ما غاديش يحبس ويبقى ديما خدام. لانه في ظرف ديال 3 شهور جميع الارقام المجهوله في المغرب غادي تحبس وغادي توقف وما غاديش تبقى خدامه. اي واحد عنده شي نمره دابا ما مسجلاش بالاسم ديالو كنقول ليه ضروري سير سجل هذيك الرقم بالاسم ديالك. وباش تسجل واحد النمره ديال التليفون بالاسم ديالك راه قضيه سهله وبسيطه وغير معقده وما فيهاش شي اجراءات كثيره. يكفي فقط انك دي لاكارت ناسيونال ديالك ديها لاقرب وكاله ديال ديك الشركه اللي كتخدم معاها، اتصالات انوي اورانج، تدي لهم ديك البطاقه ديال الهويه لاكارت ناسيونال، كتعمر واحد الكونطرا كتسينيها صافي، هذاك الرقم بالاسم ديالك وما عمرو غادي يحبس. وعلاش هذا الاجراء مهم وضروري واساسي؟ لان بزاف ديال الناس هذاك الرقم كيديروه في لابليكاسيون ديال البنكه، كيديروا في هاد السجلات اللي بان دابا السجل الاجتماعي الموحد وسجل التضامن، وهاد الاسماء هادو اللي كثروا وما بقيناش عاقلين عليهم وما بقيناش ضابطينهم. مهم الرقم الهاتفي كيخدموه الناس بزاف، كاين اللي عاطي الرقم ديالو للعائله ديالو الاصدقاء ديالو، هذاك الرقم هو اللي كيعرفوه عند داك الشخص وديما ملي كيحتاجو غادي يتصلوا بداك الرقم. فتخيل انك تفيق واحد النهار وتلقى الرقم ديال الهاتف ديالك حبس وما بقاش خدام، قضيه غادي تكون صعيبه. ولكن علاش وصلنا لهاد القضيه؟ هاد القضيه ما جاتش غير هكاك، هاد القضيه جات من بعد ما الوزير اللي سميتها غيتا مزور الا ما غلطتش في الاسم ديالها. هاد الوزيره هي وزيره، خصني نقرا باش ما نغلطش في هاد الاسماء ديال الوزارات اللي ولات طوال ومعقده. وزيره الانتقال الرقمي واصلاح الاداره المغربيه، اللي دارت واحد الخطه جديده كتهدف الى الغاء جميع الارقام الهواتف المجهوله. اي رقم تليفون مجهول ما عندوش مولاه، ما مقيش داك الرقم بسميت مولاه، غادي توقف. او عطات للشركه ديال الاتصالات كلهم واحد الاجل باش انهم يحبسوا هذوك الارقام المجهوله، وهذا الاجل كما قلت لكم راه هو 3 شهور. داكشي علاش هاد الشركه ديال الاتصالات صيفطات رسائل للمستخدمين ديالهم كتطلب منهم انهم يسجلوا ديك الارقام بالاسم ديالهم في اقرب وقت ممكن باش يتفاداو ديك العمليه ديال توقيف ديك الارقام. وقضيه اللي نقدر انني نتفق معها وتعجبني، لانه بزاف ديال الناس كيستخدموا دوك الارقام الهاتفيه المجهوله لاغراض نقدروا نقولوا عليها غير شريفه. نعطيكم نبداو تدريجيا من القليل حتى نوصلوا للكبير. الاولين كيشري واحد لاكارت رخيصه بثمن رخيص هكا، وكيبدا يتصل بالناس ويضحك عليهم ويتفلى عليهم وهو باغي يدوز واحد الوقيته زوينه، كيلقى داك الرقم رخيص كيشري كيبدا يتفلى على الناس، يتحرش بهذا يضحك على هذا يتنمر على هذا ومدوز الوقت. وهاد الناس كيشكلوا خطر، وبزاف الناس عندهم مشكله مع بحال هاد النماذج. ولكن نقدروا نقولوا هادو هما الاخرين في السلم، لان كاين اللي جاي مكثر منهم هما الناس اللي كيستخدموا هاد الارقام الهواتفيه في النصب والسرقه. بزاف الناس كيشريو واحد الرقم كيمشي ياخذ شي سلعه، كيدير شي حاجه، كيدير شي مصيبه، كيدير شي كارثه، كيعطي واحد الرقم ديالو، داك الرقم كيدير به واحد المجموعه من عمليات النصب، ماشي وحده ماشي جوج 10 20 ولا اكثر.
من بعد كيتخلص من داك الرقم كيلوحو كيرميه، والشرطه كيجيها صعيب توصل لداك المجرم غير من الرقم الهاتفي ديالو. هي ممكن الشرطه المغربيه تبارك الله وصل عن بعلا توصل لداك المجرم بطرق اخرى، ولكن ماشي بالضروره وبالاساس من الرقم الهاتفي ديالو، لان داك الرقم ما مسجل بسميت حتى شي واحد. هاد العمليه راه مهمه واساسيه وغادي تساعد الشرطه من بعد في العمل ديالها، لانه كون هذاك الرقم مسجل بالاسم ديال داك الشخص بلا كارت ناسيونال ديالو، فغادي تجنبوا هادشي كامل، وغادي يجيها سهل انها تشد داك النصاب ولا داك السراق. داكشي علاش هما باغيين من هنا لقدام يديروا واحد المجموعه من الاجراءات اللي كتحد اولا من انه تبقى تنتشر هاد الظاهره، نقدروا نسميوها ظاهره ديال الارقام الهواتفيه المجهوله. اول حاجه، انت باش تشري من هنا لقدام واحد رقم الهاتف ديالك، خاصك ضروري دي معاك لاكارت ناسيونال، وخاص داك البائع يتاكد من انك انت هو مول ديك لاكارت ناسيونال، ماشي شي واحد اخر غادي يقدر يبيعها لك. والاجراء الاول اللي هضرنا عليه هو ان اي واحد دابا راه عنده شي شي بطاقه ديال الهاتف، خصو ضروري دير لاكارت ناسيونال باش يقدر يسجل بسميتو، ولا ما دارش هكا ديك لاكارت غادي تحبس. فهادو جوج اجراءات مهمين. واخا كيبان لي الاجراء الاول اللي درت عليه ديال انك ديرها كارت غتشري النمره شويه صعيب يتنفذ. علاش صعيب يتنفذ؟ لان عندنا بزاف ديال المتدخلين في عمليه بيع الارقام الهاتفيه. كتلقى دابا نمره ديال التليفون فيها 20 درهم ديال الروشارج، فيها ساعه ديال المكالمات، فيها عدد كبير من الاس ام اس، فيها شي عروض خياليه. وهاد النمره بشحال كاع دايره؟ 3 دراهم. واو، يعني ثمن رخيص. تخيل انك باش تشري واحد البطاقه جديده رخص من انك دير تعبئه اللي بالزربه غادي تمشي لك وما غاديش تستافد بها بزاف، وما غاديش يعني انك تخليك تحقق داكشي اللي بغيتي. بزاف الناس كيفضلوا انهم يشريو كارت جديده ما يشريهاش بالاسم ديالو، فيها 20 درهم مكالمات، فيها ساعه الانترنت، فيها شي عروض زوينه، يخدمها يسالي بها يدوز باش ايامات ومن بعد يرميها، وهكذا غاديه الامور. فدابا شركات ديال الاتصالات راه هذيك النمره تخيل بشحال كيبيعوها في الاول. شركات الاتصالات كتبيع لتجار الجمله، تجار الجمله كيبيعوا لتجار التقسيط، وتجار التقسيط كيبيع لواحد اللي كيبقى يدور في الزنقه. فشوف ديك لاكارت شحال من متدخل فيها، وفي الاخر انت كمشتري بشحال كتشريها؟ ب3 دراهم. فتخيل انت الثمن ديالها بشحال كتباع في الاول، يمكن درهم ونص. شوف شحال من متدخل فيها، ودوك المتدخلين كلهم كيربحوا، وانت في الاخر كتشريها ب3 دراهم. وهاد لاكارت في شحال هادي راه كنديرها 5000 ريال وقيله. ولا الناس اللي شراوها عرفوا بقيمه ديالها وشراوها بثمن غالي. دابا ولات دايره 3 دراهم 5 دراهم، من 5000 ريال وكثر. 3 دراهم 5 دراهم. هاد الفيديو ما بغيتش نطولوا عليكم بزاف، اللي مهم واللي اساسي واللي بغيت نتقاسم معكم وبغيتكم حتى نتوما تبارطاجيو على واحد النطاق واسع، هو ان اي واحد يرد البال. راه شركه ديال الاتصالات غادي تقطع دوك الارقام المجهوله من هنا لقدام. داكشي علاش كنقول لكم اللي عنده شي رقم وداك الرقم مهم ليه كيخدموا في بزاف ديال الحوايج، ضروري واساسي سير قيدو بالاسم ديالك قبل من انك داك الرقم يحبس وتبقى شي مشاكل من بعد. تهلاو في راسكم وبسلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.